السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعبنا من القصير، اي والله اتعبنا هذا القصير. يكفي انبطاحا، يكفي تطبيعا، يكفي مناقضة لكلامه. سأترك لكم مقطعين له. كل ما حدث حوادث في فلسطين أو في غزة تظنون يحق للسعودية تتدخل بجيشها أو أن تدخل مصر بجيشها أو الأردن؟ هذا غير متاح. فإن كنتم تعلمون بأنه غير متاح، لماذا بدأتم بالحرب ثم تستنجدون بمصر والسعودية والأردن وأنتم تعلمون بأنه لا يحق لهم التدخل ولا حتى إرسال السلاح لكم؟ هل تعلمون أن مصر والسعودية والأردن لا يحق لهم حسب الاتفاقيات الدولية التدخل العسكري في الشأن الداخلي؟ فلماذا تناشدهم بالتدخل العسكري وأنتم تعلمون لا يحق لهم أن يدخلوا دولة أخرى؟ في مواثيق لا تعتدي دولة على دولة، وأن الأسلحة التي تشترى وتجهز للدفاع عن النفس، دفاع الدولة تدافع عن نفسها. أما أن تدخل دولة على دولة، هذا اتفاق عالمي لا يحق لهم ذلك ولا يسمح لهم ذلك. يعني كان المفترض أن يكون عندكم عدد وعدة واستعداد ودراسة واستخبارات ومعرفة أحوال الحرب، ملاجئ ومستشفيات ميدان، ثم بعد ذلك ابدأوا بالحرب. أما هو الحال هكذا فهذه مهلكة، وقد حدثت فعلا كارثة في غزة بسبب حماقتكم يا الأخوان المسلمون. اللي الآن بيقاتل، دول اللي تقاتل عندها استخبارات، عندها دراسة، عندها أقمار صناعية، عندها طيارات من غير طيار، عندها إمكانيات، عندها معرفة بالعدو اللي أمامك وإمكانياته. يأتي واحد ما له تخصص بهذا كله كان يقول كانت توه بادية حرب عاصفة الحزم في اليمن، كان يقول لي أحدهم إيش رايك الحرب اليمن؟ قلت إيش رايك؟ أنا إمام وخطيب متطوع، يعني كيف أحكم على الحرب هذه صح ولا غلط؟ هذا اللي دخل في الحرب الملك سلمان، ملك عنده دولة وعنده استخبارات وعنده وزير دفاع وعنده مستشارين، وشايف الوضع وشايف الخطورة وشايف الأسلحة اللي عنده وشايف الأسلحة اللي ضده وشايف الاتفاقيات الدولية، ومع ذلك بدأ بالحرب فجأة هكذا ما سمعنا. لا، قامت حرب، خطط لها تخطط كبير بإمكانياته باستخبارات. أنا إيش يعني بصفة إيش؟ بس أنتم تعودتوا أنت الناس تضحك عليكم، أنا إيش عرفني؟ بس هكذا كل واحد يتكلم. لا، عطنا رأيك، إيش رأي على أي أساس؟ والله لو واحد ما يعرف في ميكانيكا ولا في طب ولا في هذا ما تكلم إن شاء الله. هكذا خذ عليه ما أعرف، امسح ارقامك بعد تسوي لي سالفة، ما أعرف، ما تعرف. لا والله ذاك خيالك ما تعرف، ما تعبث بالهاتف عشان ما تخربه، لكن تعبث بالأمة تخربها عادي. إيش هذا؟ شو الدمار اللي دخلتنا الأمة فيه؟ المقطع الأول أنا سأرد عليه. المقطع الثاني أنتم ردوا عليه في التعليقات، ردوا عليه. أنا أتعبني جدا، أتعبني والله، أتعبني جدا. ما هذا التناقض؟ ما هذا الانبطاح؟ ما هذا التطبيع؟ أف له والله، أف له ثم أف له. أعوذ بالله من هذا الشخص، إنه والله قصير وطويل اللسان على المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أقول له ولأمثاله: القافلة تسير والكلاب تنبح، القافلة تسير والكلاب تنبح. أقول له ولمن يساعده وينشر له ويسانده: ما ضر السحاب نبيح الكلاب. في هذا المقطع الأول يقول بارك الله فيكم، يقول أنتم تعرفون أنه لا يستطيعون يتدخلون، ثم تطلبون منهم يتدخلون. تدخل الشرق والغرب لنصرة إخوتك، أنت عارف، تدخلوا من كل مكان بالسلاح وبالطعام وبالشراب وبكل شيء تدخلوا، وإلا لمواجهة فقط بينهم وبين المسلمين لانتصر أهل الإسلام من زمان، ولكن هم يتدخلون، ونحن وأنتم عارفين ما يستطيعون يتدخلون، هم يستطيعون. أف لك والله، أف لك، كيف لا يستطيعون يتدخلون؟ المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. هذه اجعل عليها مليون خط: لا يخذله، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. إنما المؤمنون إخوة. أين هذه الأدلة كلها؟ أعوذ بالله من هذا الكلام، أعوذ بالله من هذا الكلام. هذا المقطع الأول سيء
والعياذ بالله. إلى متى؟ إلى متى أيها القصير؟ يا أخي اسكت اسكت، والله فضحت أمام الناس كلهم. لا حول ولا قوة. ماذا أقول وماذا أرد؟ سئمت والله، سئمت وتعبت من الرد. ولكن هذا آخر فيديو أرد على هذا الشخص. خلاص آخر فيديو أرد على هذا الشخص، وأنتم ردوا عليه في المقطع الثاني في التعليقات. الكل يرد عليه بما يرضي الله سبحانه جل في علاه. اكتبوا وردوا عليه، اسكتوه، افعموه، المطبع المنبطح والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.